من فضائل سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الكلمات من قالها في الصباح موقنا بها ومات دخل الجنة، وإذا قالها في المساء ومات دخل الجنة. يبقى إذن ده مفتاح من مفاتيح الجنة. أيوه، ده معراج من معارج دخول الجنة. أيوه، إيه هو بقى؟ علمونا عشان ولادنا يعرفوه. لا إله إلا أنت، أدي التوحيد. ايه بقى دي؟ قال لا، دي ما هو معناه انك هنا خلاص كده خلصت مشهدي من كل المشاهد. اللهم انت، ما بقولش اللهم هو ربي، لا، انت هذه اعلى ابلغ مقامات القرب. عشان كده سيدنا يونس لما قال لا اله الا ايه؟ الا هو، ولا انت؟ انت فيها قرب، لابد تستشعر انك قريب مش بعيد. ما تعبدش عبادة الجفاء. فهنا بقى ايه؟ الذنب عمل حجاب، فانا بستغفر منه بايه؟ بالقرب، باستشعار وجوده. اللهم انت ربي، كل ما انا فيه من مواهب انت صاحبها. لا اله الا انت، وما فيش في عيني غيرك، ولا يستحق ان الالوهية والتأليه والتعبد اليه الا انت. خلقتني وانا عبدك. انا عبدك. يعني ايه عبدك؟ يعني اعمل اللي انت عايزه. انا خلاص اسلمت لك امري وجئتك بزمام قيادي اذا اعترفت لك بالوحدانية. خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قد ما قدرت، على قد اللي عرفت اعمله عملته. يا عم زي خذوني على عيبي كده، اعوذ بك من شر ما صنعت. دي كلمة معناها ان انا بستظهر لك ضعفي، وانت يا رب اكبر من انك انت تأخذني بذنبي. اعوذ بك من شر ما صنعت، اللي انا عملته من جنايات لو هتحاسبني عليه اهلك من غير حساب، لمجرد فعله انا اضيع. بس اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي. واعظم نعمة علي ان انا عبدك. أبوء يعني أعترف لك إنك أنت صاحب الفضل علي، وأبوء بذنبي، وأعترف إني غلطت. تخيل في موازنة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ما هي نعمتك علي دي اللي قدرتني على الذنب. يعني اللي سرق كيف سرق؟ بالعافية، عنده قوة، ومن اللي منحه؟ الله. اللي ظلم بالسلطان، من أين جاء؟ من الله. اللي افتخر من عزة الله. تبعيد النعم للأسف الشديد من ضآلة فهمي استعملت ما أنعمت به علي، بدل ما أشكرك به أجرمت جرائما يعني تستوجب علي غضبك. بس أعوذ بالله من غضبك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه إيه؟ آخر لفظة في هذا الدعاء أخطر ما تكون، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عارف لما الإنسان يكون حيران، عنده مشكلة مش عارف يحلها، ويروح يجري على كل واحد يعرفه، وكل واحد يقفل وشه الباب في وشه، في الآخر يرجع يقول إيه؟ يا رب. هكذا العبد إذا احتار بذنبه ولم يجد له دواء، ولم يجد له علة، ولم يجد له حلا، ولم يجد له محلا، وقف فرفع يديه يشكو عجزه، يعترف بذنبه، ويطلب من الله المغفرة بقوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني إيه؟ محدش يقدر عليها إلا أنت، محدش بيغفر. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي بنعافيهم من الذنوب إلا الناس اللي بتجهر بالذنب. قالوا ومن يجهر يا رسول الله؟ قال العبد يعمل الذنب فيستره ربه، ثم يبيت يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. يصبح لأن أخطر من فعل الذنوب بقى التلذذ بيها. إيه علامة إن التوبة بتاعتك مش مقبولة؟ أنك متلذذ بما تفعل، إنك فرحان بذنبك. ليه ربنا ما يعفوش عن المجاهرين؟ قال لأن الناس لا تقبل التوبة، لأن غير الله لا يقبل التوبة. ما دام رحت بقى عرفت غيري انك غلط، لازم اقيم عليك العدل. انما لو عملت الذنب وندمت وخايف وبينك وبين نفسك وعمال تستغفر، اغفره لك. قال ليه؟ عشان ما حدش شافه غيري.
كأن الله يحب أن حتى المذنب يستر على نفسه. من إيه؟ خايف عليك من خلقه، لأن محدش هيقبل التوبة إلا الله.